السلام عليكم ورحمة الله. يا رب اخواتي وحبايبي ومتابعين الغاليين يكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. يلا بقى نعمل كده سندوتشات المدرسة بكل سهولة، كده تعملي اجمل واحلى سندوتشات كده لاولادك. زي ما انت شايفة كده الجمال. طبعا عيش كده جميل جدا هنعملوه كده بكل سهولة معاكم. لو بيعجبكم بقى فيديوهاتي ما تنسونيش طبعا باللايك والاشتراك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو بقى تقولي لي رأيكم فيه. اهم حاجه كده بقى ايه، اللي اول مره يشوف القناه كده ينورني كده ويشرفني بالاشتراك الجميل بتاعه، بيسعدني وبيشرفني. زي ما انتوا شايفين كده قد ايه العيش كده هش وجميل. بكل سهوله كده تعملي بقى العيش اللي هو بنحتاجه بقى في الجبنه وفي الحلاوه والمربى. طبعا يلا بينا نبدا بقى الفيديو، نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويلا بينا نبدا. زي ما انتوا شايفين كده طبعا هيكون معايا كوبايه ونص كده الاول حاجه من اللبن. هبدأ احط كده ظرف اللي هو من الخميرة ده. هبدأ احط بقى ايه. يعني انا عارفة الحمد لله ان الخميرة معايا شغالة وحلوة، بس انا ايه حابة ان انا اعمل الخطوة ديت بتساعد معايا. تخلي العيش كده ايه هش معايا وحلو. زي ما انت شايفة كده حطيت كده ايه معلقة كبيرة من السكر وكوباية ونص من اللبن، وحطيت كده قد 3 4 معالق كده من الدقيق. هقلبهم، هدوبهم كويس مع بعض، وبعد كده هسيبهم شوية كده مع بعض قد ربع ساعة او 10 دقايق. وبعد كده هبدأ اوريكي بقى دلوقتي هيبقى عاملة ازاي. بصي زي ما انت شايفة ما شاء الله قوامها تقيل، بقت كريمي خالص اهي. هبدأ ان انا ايه، نزلت كده ببيضتين، وحطيت كده ربع كوباية من الزيت، ومعلقتين كبار من لبن البودرة، واربع معالق من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، واحط من نص معلقة من معلقة كبيرة هي نصها بيكنج باودر اللي هو كيك شيف. واحط دلوقتي معلقتين من الخل. زي ما انتم شايفين كده الخل مع الكيك شيف كده عمل تفاعل. طبعا ده محسن كده، محسن حلو قوي بقى للعجينة. برضو هقلبها شوية وهسيبها كده ايه 10 دقايق، وهبدأ ان انا ايه ابدأ اعجن فيها. زي ما انت شايفة كده مراحل التخمير ديت جميلة جدا، خلت معايا العجينة كده خفيفة وجميلة. طبعا انا هيكون معايا مكعب كده من الزبدة، بس مش هحطه خالص دلوقتي. طبعا زي ما قلت لكم هسيبها كده ايه زي ما انتم شايفين في تفاعل كده. سبتها كده زي ما انت شايفه قد ايه تقلت تاني. هبدا بقى ان انا ايه معايا كده دولت 4 كوبايات من الدقيق، 4 كوبايات كبار، وهيكون معايا ربع كوبايه من اللبن تاني لو انا احتاجت اخدت منها شويه ماشي. طبعا دلوقتي كده اللبن كده بقى معايا كله في العجينه كوبايه، والكوبايه التانية اخدت 3/4 منها، على حسب بقى نوع الدقيق وعلى حسب الكوبايه اللي انت عيرتي بيها. يعني انا الكوبايه معايا كانت اللي انا معيره بيها كانت كبيره بصراحه. طبعا قلبته كده وهبدا ان انا ايه اعجن بقى. انا عايزه عجينه طريه ملزقه، بس طبعا برضو بعرف اتعامل معاها، يعني مش اللي هي بقى ايه سايحه خالص. كل ما بقت العجينه معاكي طريه كل ما اداتك التخمير كده، مش ما تحسيش ان المعجنات اللي بتعمليها تحسيها مكتومه. يعني لازم كده ايه تخلي فيها تلزيقه بسيطه كده، على اساس ان هي ما تبقاش مكتومه. لو ناشفه جامد العجينه هتلاقي تحسيها كده مكتومه كده، لكن كتر ما بتبقى طريه شويه بتبقى العجينه جميله وخفيفه كده وحلوه. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا ايه عندنا الاولاد وهم رايحين المدرسه بيبقوا مش عايزين ياخدوا معاهم بيض في المدرسه، ولا عايزين ولا بياكلوا بيض. يعني انت عبال ما بيجوا من المدرسه هم خلاص اكلوا سندوتشاتهم وكده. فطبعا احنا عايزين بقى ايه ندخل لهم البيض وندخل لهم اللبن. اللي انت عايزه تدخليه حطيه كده في العجينه زي ما انا عملت. يعني انا كده العجينه دي فيها بيض وفيها لبن، فالقيمه الغذائيه بتاعتها اساسا جميله. يعني انت دلوقتي اي حاجه بقى هتحطيها، جبنه، حلاوه. يعني انت طبعا اكيد طبعا بيبقى كل يوم مثلا بتحط لهم حاجه حلوه كده في العلبه، حلاوه بقى، مربى، نوتيلا، اي حاجه. فطبعا ايه العيش اساسا ما شاء الله جميل جدا. واول ما بتخلصي العيش ويبرد معاكي على طول تفتحيه بالسكينه بتاعه العيش كده، وتبداي تحطيه في التلاجة.
طبعا هفضل اعجن فيها. طبعا اول ما بتحطي عليها الزبده بتبدا العجينه تقطع معاكي كده، بس بعد كده بترجع تلم. بس اهم حاجه فيها العجن، يعني تفضلي تعجني فيها لغايه ما العجينه تنعم معاكي كده، وتسيب الطبق وتسيب ايدك. هيكون فيها تلزيقه بسيطه زي ما احنا اتفقنا. زي ما انت شايفه كده، كل ما عجنتيها كل ما بتبقى جميله معاكي. اهم حاجه ان انت تخدمي العجينه كويس. زي ما قلت لكم فيها تلزيقه كده بسيطه. خلاص كده العجينه معايا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هبدا ان انا اغطيها بقى واسيبها كده تخمر شويه، وبعد كده هبدا ان انا اشكلها. طبعا انا ما سبت يعني انا سبتها تخمر، بس لو سبتيها كمان هتتضاعف اكتر من كده. بس انا قلت برضو انا كده كده هشكلها واسيبها لغايه ما تخمر براحتها. زي ما انتم شايفين كده هبدا ان انا اشكل بقى كور كده على قد الرغيف اللي انا عايزه اعمله. آه زي ما انا كنت قايله لكم قبل كده، بالنسبه للزبده، لو انت ما قدرتيش ان انت توفر عندك زبده، حطي زودي الزيت شويه. بس بصراحه الزبده بتخلي المعجنات جميله جدا. يعني انت لو هتجيلك في الكيلو في الشهر هيكفيك، هتقطعيه مكعبات كده هيكفيكي. هتقطعي كده الكيلو الزبده كده المكعبات وهتخليه عندك. مش عايزه اقولك والله يمكن الشهر كله ببدا اعجن منه المعجنات كلها. ولو اخدت منه الكيكه، لو احتجت منه الحاجه، يعني ما شاء الله بيبقى حلو معايا. بس بصراحه طعمه في المعجنات ملهاش حل. يعني جربي كده تحطيه كده مع المعجنات وتفرجي على طعمها. زي ما انتم شايفين بكور كده الكوره كده على قد الرغيف اللي انا هعمله. هتعملي بقى الكميه زي ما انت عايزه، وتبداي ان انت تحطيها عندك كده بقى في التلاجة. بيكون الصراحة مريح، وفي نفس الوقت احنا بنعمل لهم حاجة لأولادنا تغذيهم. طبعا كل الكمية كده بشكلها وبسيبها كده تريح، وباخد من اول اللي يعني اول حاجة انا شكلتها بحط كده الكيسة، وبعد كده هبدأ اغطيه كده بالفوطة. اول حاجة انا شكلتها ببدأ اخدها. هي بصراحة بتتفرد معايا ما شاء الله بكل سهولة زي ما انتم شايفين. وببدأ ان انا بلفها كده وبضغط والف اضغط والف. زي ما انتم شايفين كده بقفلها كويس، وبديها بس يا دوبك كده انا عايزاها كده ما يكونش يعني مش عايزاها الفها رول بس، لا انا عايزه. ببدا ان انا زي ما قلت لكم بفردها كده وافردها نص فرده كده. طبعا انا هشكل كل العجينه كده بنفس التشكيل، وهبدا ان انا اسيبها كده براحتها. طبعا لو لقيتي العجينه معاكي يعني بتلم تاني معاكي، مهما بتفرديها بتلم تاني معاكي، على قد ما تقدري سيبيها تريح. يعني مثلا افردي كده وسيبيها تريح، سيبيها شويه هتلاقيها بتفرد معاكي بكل سهوله. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله الدقيق معايا كان العرق بتاعه جميل بصراحه ما شاء الله. فطبعا انا ببدا افرد كده، بشكلها كده واحطها كده في الصاج كده مع يعني مسحه كده من الزيت. بس بصراحه يعني لو انا خبزت في الصاج شويه وفي الصينيه كانت محمله شويه عن الصاج يعني مش بيبقى مستحمل قوي في الفرن، خفيف. فلو انت عندك حاجه تقيله شويه عن الصاج هيكون احسن في الخبيز على حسب الحاجه اللي هتخبزي فيها يعني. زي ما انت شايفه كده طبعا بتتشكل معايا ما شاء الله بكل سهوله. زي ما قلتلك انت بتفردي وانا وبلف كده بضغط كده والف عشان ما يبقاش فيها فراغات كده من جوه. اهم حاجه اللي انت تقفليها كويس، عشان لو سبتها ما قفلتهاش كويس هتفتح معاكي. وطبعا انا دلوقتي بعد ما سبتها بقى ريحت شويه زي ما قلت لكم، خلاص كده ببدا ان انا بديله كده شويه كده بفرده كده شويه. بصي بتفرد معايا كده زي ما انت شايفه بسهوله خالص. خلاص كده انا هغطيه وهسيبه بقى لمده نص ساعه كده. بعد نص ساعه زي ما انت شايفه ما شاء الله بدات ان انا اجيب كده سكينه وابدا ان انا اعمل الشكل ده. ومش حابه تعمليه مفيش مشكله خالص، بس بيدي الشكل العيش كده شكله جميل زي ما انت شايفه كده.
طبعا خلاص كده انا ايه هبدا اولع الفرن. انا كده مولعه الفرن، بخليها الفرن يسخن خالص. اهم حاجه تسخني الفرن كويس قبل ما تحطيه. فطبعا بعد ما هولع يعني هحطه في الفرن. انا بصراحه حطيته في الفرن ومولعتش الشوايه غير حاجه بسيطه خالص في الاخر. يعني هو اخد اللون كده في الفرن كده، مولعتش الشوايه غير حاجه بسيطه. قد ايه شايفه جماله ما شاء الله. عيش فينو ده ولا لا؟ بس احنا طبعا هو ده مش عجينة الفينو، يعني عشان نبقى متفقين ان ده مش عجينة الفينو. ديت عاملينها كده عجينة. احنا مشكلينه على شكل عيش فينو عشان خاطر يبقى ايه العجينة عجينة الفينو غير كده. يعني ان شاء الله باذن الله نبقى نعمله العيش الفينو مع بعض قبل كده، يعني ان شاء الله. معلش انا اسفة في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. شايفين قد ايه هشة كده وجميلة، خفيفة قد ايه. بصي يعني ما شاء الله. اي حشو بقى هتحطيها في العيش هتبقى جميله جدا بقى معاكي. مش عايزه اقولك والله الاولاد كانوا بياكلوه كده من غير اي حاجه. يعني هي اللقمه نفسها جميله ما شاء الله، طعمها حلو. طبعا دلوقتي معايا كده جبنه كريمي. اي نوع جبنه بقى انت بتشتغلي بيه. بدات اللي انا ايه احط لهم كده الجبنه على حسب اولادك ما بيحبوا. الجبنه الكريمي طبعا ملحها خفيف خالص. يعني في اولاد بيحبوها بالزيتون، انا بصراحه عندي قالوا لي عايزينها بالزيتون، فاحنا بناكلها كده. حطي كده الزيتون معاها، وحطي معاها وشرايح خفيفه كده من الخيار. ممكن تكتفي بالزيتون بس لو على حسب اولادك ما بيحبوا. وطبعا السندوتشات ديت يعني كل واحده بقى اولادها بيحبوا ايه. في اولاد بيحبوا يعني عادي بقى، في بيحب بيض مسلوق، في بيحب بيض ممكن تعملوا له اومليت. يعني الحشو بقى دي حاجه بترجع لك انت وبترجع لذوق اولادك هما بيحبوا ايه. طبعا هعمل برضو كده واحد كده بالجرجير. جربي كده الجرجير مع الجبنه الرومي، الصراحه جميله جدا. او الجبنه اللي هي جبنه دوبل كريم اللي هي بالملح. بتحطي معاها برضو جرجير، تتفرجي بتبقى جميله قد ايه. الصراحه بتبقى جميله جدا، الاولاد بيحبوها قوي بقى. زي ما انت شايفه كده هبدا ان انا ايه عملت كده اتنين يعني سندوتشين من الجبنه. وهبدا اعمل واحد كده ايه جبت كده علبه الشوكولاته الصغننه ديت كانت عندي. فانا ايه قلت اوريكم بس الفكره. وبعدين زي ما قلت لكم انت كل واحده تعمل لاولادها اللي هما بيحبوا ياكلوه. طبعا هعمل كمان واحد بالمربى. ممكن بقى حلاوه طحينيه، اي حاجه انت ايه متوفره عندك او اولادك بيحبوها. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. العيش كده مرن معايا وجميل بسم الله ما شاء الله، وبات معايا في التلاجة. وطلعته برضو عملت سندوتشات بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.